سلام، معكم راغي. مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم جيت نعاود لكم على رضا، وأنا متأكد باللي كلنا رضا. القصة كتبدا في 2018. رضا كان عنده شغف كبير، بغى يطلق المشروع ديالو الخاص. كان دري ذكي كيقرا بزاف ومتمكن في المجال ديالو، وكل ما كيسولو صحابو رضا فوقاش غتطلق وغتبدا، كان كيجاوب بثقة: مازال خاصني نتقن الماركتينغ مزيان، خاصني نكون واجد 100% باش ما نغلطش. دازت 2019، دازت 2021، ووصلت 2026. رضا قرأ أكثر من 80 كتاب، شرى 15 دورة تدريبية، وعمر 10 ديال الدفاتر بالخطط والأفكار. ولحد هذه اللحظة ما أطلق حتى شي حاجة. المؤلم من رضا البارح، رضا شاف دري كان كيعرفو، دري بسيط بدا في 2020 براس المال ناقص وبدون تجربة، واليوم عنده شركة كتوظف 20 واحد. رضا ماشي ناقص ذكاء، رضا طاح في أكبر فخ نفسي كيدمر العقول الطموحة. وأنا متأكد بلي كلنا رضا، غير القصص المؤلمة كتختلف. في هذا الفيديو غادي نحلوا هذا الفخ النفسي وغنعرفوا كيفاش نتجاوزوه ونبداو اليوم قبل غدا. السبب الثاني اللي حبس رضا كيكشفوا الكاتب جون أكوف في كتاب ديالو فينيش. جون كيقول لك بلي العدو الحقيقي للإنجاز ماشي هو الكسل، بل هو فخ الكمال، بيرفكسيونيزم. عقلك كيدير لك غسيل الدماغ بمبدأ خطير: إما تبدا كبير ومقاد 100% ولا بلاش. هاد التفكير كيجعلك كترفض البداية المرونة أو المنتج الأول الناقص. الحقيقة هي أن كاع الشركات العظيمة وكاع صناع المحتوى الناجحين بداو منتجات حشومة كاع تشوفها اليوم، وجاهزية ما كانتش ولا بدا خصها تكون في الأول. الجاهزية هي نتيجة ديال الممارسة في الميدان. كتاب اتوميك هابيت ديال جيم كلير كيشرح هذه المأساة بذكاء رهيب. كيبين باللي كاين فرق قاتل بين كلمتين: الحركة اللي هي موشن والفعل هو اكشن. فاش كتكون في التفكير اللي هي الحركة، انت كتبحث، كتقرا، كتقاد خطط، كتشاور. هادشي كامل كيعطيك شحنة وهمية من الدوبامين، كتحس براسك خدام وباللي راه كاين المجهود. ولكن الحقيقة الحركة عمرها ما غتعطيك النتيجة. الفعل هو انك تتصل بزبون، تنشر فيديو، تخرج المنتج واخا ناقص. رضا ضيع 8 سنين من عمره حيت كان ديما في وضع الحركة اللي هي موشن، وخايف ينتقل للفعل اللي هي اكشن. باش ما تكونش بحال رضا، كنا ما نكونوش بحالو، واخا دوزنا بزاف وحنا بحالو، وما تفيقش بعد 8 سنين وتلقى راسك في نفس البلاصه. وبعد ما تقدر ماشي ولا بعد 8 سنين، ممكن العمر كامل عاد تفيق. غادي نعطيك 3 القواعد للكسر الفوري لهذا الشلل. اول واحد: قطع الهدف ديالك من النص، قسمو. عوض ما تقول خاصني نطلق متجر الكتروني متكامل، رد خاصني نبيع منتج واحد لزبون واحد. وفي عوض ما تقول غادي نبدا مشروع في كل شيء، بدا غير بحاجه وحده. وبالنسبه للحل الثاني: تقبل البدايه الناقصه. اول فيديو غتجرب تصوره غيكون خايب، اول مشروع غيكون مرون. هذه هي سنه الحياه. تقبل هذه الحقيقه باش تحيد الخوف. اي حاجه كتبدا ناقصه في الاول. وانتقل من الموشن للاكشن في 24 ساعه. كنت قريت واحد الكتاب باللي الكاتب ديالو كان ما تيخليش الفكره تفوت 24 ساعه في دماغه، كيحاول ينجزها باش ما تبقاش كتدوري في دماغه وكتستنزف الطاقه ديالو. اي حاجه كتعلمها اليوم دير لها تطبيق مباشره في الميدان، واخا يكون بسيط. في الأخير تذكر ديما هاد الجملة: أفضل وقت باش تبدأ هو قبل 5 سنين هادي، وتاني أفضل وقت باش تبدأ هو دابا. توقف على التحضير المفرط، انسى فخ الكمال، وبدا باللي عندك في البلاصة اللي انت فيها اليوم. هادشي كنقولو عن تجربة شخصية. بزاف الفرص ضاعوا مني حيت كنت كنقول ديما أنا مازال ما واجدش، حيت أنه بعض المرات نكون واجد ولكن كنقول لا مازال ما واجدش. وهاد المحتوى اللي كندير اليوم كنتي عمرك غادي تسمعه، ولا انا غادي ننشره، حيت انا بصح مازال ما واجدت. في الاخير عندي لك سؤال: شنو هي الخطوات الصغار اللي غدير اليوم قبل ما تسد هذا الفيديو؟ بلا ما تكتبها في التعليق، كتبها غير في ورقه وخليها في جيبك، ومره شوفها باش تلزم راسك بها. واللي بغيت نقول لك في الاخر هو رضا راه بدا المشروع ديالو وبدا كيشوف النتائج. نتمنى حتى انت تهلاو في راسكم.